السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتكلم عن الشعب اليمني الذي بيسعد نفسه لنفسه. الشعب اليمني بيسعد نفسه لنفسه. الشعب اليمني بيسعد نفسه لنفسه من خلال ما شاهدنا من الجالية اليمنية في الخليج، في المملكة العربية السعودية. إلا ونعم بكل فرد يمثل بلده. إلا بسلام ربي على كل مغترب وعلى كل سفير لهذا اليمن أن يمثل بلده بأحسن تمثيل. الجالية الذي ساندت وأيدت ورفعت من شأن فريقها وفريق الشباب أقدام الشباب الأبطال الذي صدروا بطولة الجمهورية اليمنية وأسعدوا الشعب اليمني كافة وأسعدوا كل بيت. جالية يمنية ساندت وآزرت وبأقدام الشباب أسعدوا الجمهور اليمني وأسعدوا الشعب اليمني. فسلام ربي عليكم حيث كنتم. سلام ربي للشباب جميعا، وسلام ربي على كل مغترب سفير للجمهورية اليمنية أن يسعد بلاده. كل مغترب بيسعد أسرته، كل مغترب بيسعد شعبه، كل مغترب بتمثل أنت خير سفير للجمهورية اليمنية. فسلام ربي عليكم. المصدر الرئيسي والركيزة الوحيدة للجمهورية اليمنية أقول أنا في هذا الوضع، في الوضع الراهن، إنه المغترب الذي بيهاجر ويسافر ويصير بحثا على لقمة العيش ومصدر رزق لأولاده ولأسرته، وأنت الوحيد الذي قد بتصبح على ظهرك السيولة. فالمغترب هو أصبح العمود الأساسي للدخل في الجمهورية اليمنية للأسر اليمنية للمواطن اليمني. هناك جاليات يعني من الشعب اليمني على مستوى نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، معنا أحبتنا يعني مغتربين سفراء للجمهورية اليمنية. في 2 أشخاص عجنوا الجالية هذه، سمعوا بها أمة الصلاة. يا أخي عيب، أخي عيب عيب. أنت كإنسان، أنت لست ممثل ولست كوميدي. عندما تطلع وتتكلم في صفحة معك متابعين 1,000,000 متابع أو 500,000 متابع أو جمهور مفتوح، أنت كل حرف محسوب عليك. إن كان صح فهو محسوب لك، وإن كان خطأ محسوب عليك، وبتقلل وبتنزل من سمعتك. 2 أشخاص في الولايات المتحدة عجنوا الجالية وخلوا سمعتها ولا تسوى بصلة. عيب. معاكم جالية يعني في الولايات المتحدة، جالية لها سمعتها، من أبناء الوطن، من أبناء الشعر، من أبناء بيت الصايدي، من أبناء فلان، من أبناء فلان، من أبناء فلان. سمعتهم في العلالي، منهم من الدكتور، ومنهم السفير للولايات المتحدة في الكويت. فين وصل بسمعة اليمن؟ هذا يمني بيحمل شعار اليمن واسم اليمن، لك التحية. في منهم رجل الأعمال اللي دخل من الصفر وبنى وأصبح رجل أعمال ملياردير وبيمثل الجمهورية اليمنية، يعني رجل ونعم به. منهم من بنى المستشفى في اليمن، منهم من أصلح الطريق، منهم من بنى الجامع، منهم من إسعاد الفقراء، منهم من الدعم، منهم من أحياء النفس، ومنهم الكثير. فهؤلاء سلام ربي عليهم هم سفراء للجمهورية اليمنية، وما نسيوا مواطنهم ولا نسيوا موطنهم. يعني هم أصبحوا الركيزة الأساسية للسيولة في اليمن، أصبحوا هم الداعم الأساسي كالمغترب اليمني. فما بالك مغترب بيدخل يبحث عن لقمة العيش ليسعد أسرته. وهؤلاء رجال أعمال ما تخلوا ولا تنصلوا عن موطنهم، ولا تنصلوا عن مسقط رؤوسهم، ولا تنصلوا عن أصحابهم، ولا تنصلوا عن قبيلتهم. بيمثلوا اليمن أحسن تمثيل. و2 أشخاص يجوا يعجنوا الولايات المتحدة ويعجنوا الجالية اليمنية ويخلوا سمعتها في الحطيط. يا أخي ارجعوا ترعوا، مع احترامي لللفظ هذا، ارجعوا ترعوا ورجعوا البلاد أشكل لكم أحسن لكم. فكل كلمة إنسان بيتكلم على إنسان أمام العامة محسوبة عليك، كل حرف محسوب عليك. أنت ما بتتكلم بتتمهزل بالناس. احسب لكلامك 1000 حساب وعرف إيش بتتكلم. البعض مثلا يعني الحين الآن على مستوى الجالية، يا ناس، يا خلق الله، أليس فيكم رجل رشيد؟ أليس فيكم رجل رشيد يقول للإنسان هذا غلطان، إنسان اخطأ هذا غلطان، إنسان صح يقول له هذا صح. والله لو يكون أخي، لو يكون ولدي. لأنك عندما تدي كلام الحق، صح البعض قد يكراك، لكن لا، ادي كلام الحق. الإنسان اللي في الخطأ قولوا له أنت في خطأ وقف عندك. إنسان في صح قولوا له أنت في صح، وصلحوا فيما بينهم.
أليس فيكم رجل رشيد؟ يعني 2 أنفار. الاعتداء احنا الذي قاموا به على هذا اللي اسمه أبو أحمد، الذي قاموا باعتداء عليه مشين، عيب، غلط. إنسان باب محله وتوصل بكم الحال لأنك تصير تعتدي عليه بكل عضلات وبكل ما يصلح، عيب. الواحد عندما يتقوى على صاحبه هي ما هي شي بطولة، هي خساسة. عندما تتقوى على صاحبك وابن بلادك في المهجر أنت بتنزل من سمعتك، وما هيش بطولة ولا هي رجالة. الرجال هو من احترم أصحابه ومن احترم نفسه ومن إصلاح ذات البين ومن قدر الناس يقدره. ليس البطولة أن تقلد عضلات فوق